للمرة العاشرة انطلق مهرجان الورد في حديقة الملك فيصل في محافظة الطائف، ويعد مهرجان الورد من أهم الأنشطة السياحية في المنطقة، والذي يستمر ل10 أيام، كما يضم الكثير من الفعاليات الثقافية والاجتماعية والتي تناسب جميع فئات المجتمع. عندما نقول مدينة الورود فإننا نتجه هنا إلى موقع استراتيجي حافل بالإنجازات على مر العصور. إنها الطائف، هذه المدينة الحالمة بجمالها وطبيعتها الخلابة، ولا تشبه إلا نفسها. مهما نطقنا من حروف يبقى الوطن دنيا الهوى، نحيا على أرضه وقوف ونموت في حضنه سوا. أرض الكرامة والجدود، ملعب صبانا والأمل، فارواحنا ما له حدود، حب تنامى واكتمل. وما بين الطائف والتاريخ والجو العليل والمناظر الساحرة، أطلق الأمير مشعل بن عبد الله بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة مهرجان الورد في دورته العاشرة، الذي تنظمه مجلس التنمية السياحي في حديقة الملك فيصل شمال الطائف، الذي يستمر 10 أيام. الحمد لله، هذه النسخة العاشرة لمهرجان الورد الطائفي. مثل ما احنا عارفين ان المهرجان هذا يسلط الضوء على منتجات الورد الطائفي اللي تشتري فيها محافظة الطائف. الورد الطائفي مثل ما احنا عارفين انه هو الورد اللي هو المنتج الرئيسي والاول في المحافظة، تتميز فيه عن عدد كبير من دول العالم، وليس على المستوى المحلي او الاقليمي. نحن في بداية المهرجان، هذا الأول يوم الافتتاح، ولا بأس فيه عدد كثير من الناس، ولكن متوقع هذا العام المهرجان زوار أكثر من العام الماضي لعدة أسباب: زيادة الأنشطة، وأيضا دخلنا الأسر المنتجة وخيمة الحرفيين، صالة الحرفيين، وأيضا المأكولات الشعبية وخيمة الجامعة الاقتصاد السعودي، وزيادة العارضين وسجادة الورد الطائفي. كعادته سمو الأمير مشعل تجول بين أجنحة المهرجان مرورا بسجادة الزهور والمعرض المصاحب لمزارعي ومنتجي الورد الطائفي، إضافة لعدد من الفعاليات المصاحبة المثيرة للانتباه في المهرجان. والله احنا بمناسبة افتتاح المهرجان هذا اليوم نحب نقول لهم ان المهرجان يستمر لمدة اسبوعين. الزيارة مفتوحة من الرابع عصرا حتى 12 ليلا. المجال مفتوح للشباب وللعوائل. الفعاليات كثيرة: فعاليات المسرح، سجادة الورد، المعارض الحرفيين والحرفيات، معارض الورد الطائفي، كذلك الألعاب النارية التي تنطلق ليليا لتزين سماء الطائف. ندعوهم لزيارة المهرجان والاستمتاع بفعالياته. المهرجان يعد احتفالية سياحية اقتصادية جمالية مهمة، حيث يأتي في إطار الخطط التطويرية التي تقوم بها الجهات ذات العلاقة لتطوير عروس المصائف السعودية الطائف. أكثر من 300 مليون وردة تزينت بها عروس المصايف السعودية، هذه المدينة الحالمة بجمالها وطبيعتها الخلابة، وتستحق أن تكون مدينة الورود. فهد السمحان، موفد الإخبارية، الطائف.